من الاخر وبصراحه الموبايل اللي انا هعمل له مراجعه ده دلوقتي انا مش اول واحد في مصر خالص اعمل له مراجعه، بل يمكن انا متاخر شويتين كمان. بس الفكره ان ما بين الوقت اللي باقي المراجعين نزلوا فيه المراجعه وما بين الوقت اللي انت بتتفرج فيه على المراجعه دلوقتي حصل شويه تغييرات في الموبايل وفي السوق المصري بمعنى صح هتفرق جدا في قرار انت هتشتري الموبايل ولا لا. الموبايل ده كان في يوم من الايام بيتقال عليه ايفون الغلابه، الشركه بتاعته غابت في السوق المصري لفتره طويله وكانت بتقدم حاجات حلوه جدا، فلما غابت الناس افتقدوها ودلوقتي رجع تاني بقوه مع توكيل جديد. ديت الحاجه اللي باقي المراجعين وقت ما نزلوا المراجعات اصلا ما كانش فيه كلام عنها خالص. ايه هو الموبايل؟ هو الاوبو رينو 10 5G. اوبو بعد ما كانت اختفت من السوق المصري والموبايلات اللي موجوده كلها في السوق من غير ضمان، فدلوقتي الشركه رجعت مع توكيل اسمه JWT، والمفروض ان نزلوا بلستة اسعار ونزلوا بضمان. والاوبو رينو 10 5G اللي معايا دلوقتي هو حرفيا اغلى موبايل في الليسته ديت واكثرهم تميزا وسط منافسين، وحتى في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه وهقول لك عليها كلها. طبعا التصميم بتاع الموبايل هو يمكن من اشيك ومن احلى التصميمات اللي انت ممكن تمسكها اصلا. في مراجعين افتكروا ان الظهر بتاعه معمول من البلاستيك ولكنه معمول من الازاز، هو بس علشان مشبر زي الايفون كده او زي الموبايلات الفلاج شيب. في ناس كتير بتفتكر الموبايل دوت معمول من البلاستيك ولكن طبعا هو معمول من الازاز. الفريم بتاعه بس هو اللي معمول من البلاستيك، الجوانب بتاعته من على الجنب، وملمسها وممسكها في الايد برضه ما زال شيك جدا. يعني انا ما عنديش اي اعتراض ولا اي مشكله في الحته دي. وهم تحسهم استعملوا كل الخامات في الموبايل دوت علشان هم استعملوا الومنيوم في الفريم بتاع الكاميرا، الجزء البارز بتاع الكاميرا دوت خاماته كويسه جدا لان هو معمول من معدن في الاخر. برضه مسكه الموبايل عموما شيك قوي، الكيرف اللي بتاخده الشاشه مدياله شياكه رهيبه يا جماعه، بجد فعلا ده واحد من اشيك الموبايلات اللي انت ممكن تمسكها. وقبل كده كنا بنقول دايما على الاوبو او الرينو كمان تحديدا لما نزل قبل كده بشكل شبه بتاع الايفون قوي، الجوانب المسطحه، كان بيطلق عليه ايفون الغلابه علشان فرق السعر ما بينه وما بين الايفون كبير قوي. دلوقتي انا صراحه شايف التصميم اقرب جدا للسامسونج، لما تيجي تبص عليها كمان هتحسه شبه جدا سلسله الاس اللي هي كانت وما زالت اعلى سلسله عند سامسونج، ولكن التصميم بتاعها اختلف شويه مؤخرا بقى شبه النوت اكتر من بعد ما لغوا النوت. هو بقى الموبايل دوت شبه التصميمات بتاعه سامسونج اس اللي احنا متعودين عليها واللي انا بستشيكها قوي بصراحه، فعلشان كده انا حابب تصميم الموبايل هنا. بالحديث عن الشاشه فهي شاشه اموليد كيرفد بتردد 120 هرتز، السطوع بتاعها كويس جدا فهتقدر تشوف منها تحت الشمس بشكل واضح قوي، والالوان بتاعتها محتاجين نتكلم عليها. هي بتدعم ال1 بليون كلر، يعني تقدر تعمل مليار لون مش 16 مليون لون بس، على عكس معظم الموبايلات التانية. الالوان تحسها متشبعه في الشاشه، مش بشكل اوفر قوي، مش بشكل يضايقك او بشكل فيك يخلي الصوره شكلها مش حقيقي، لا هي متشبعه بس ما زال بشكل معقول. فانا كان عاجبني جدا الموضوع دوت بصراحه، وكنت مبسوط جدا من شاشه الموبايل، بتديله سلاسه ونعومه كده لما بتحس ان انت ماسك شاشه سريعه 120 هرتز وفي نفس الوقت الوانها كويسه وسطوعها كويس. الحاجه الوحيده بس اللي هعلق عليها لما انتوا جيتوا حطيتوا بصمه في الشاشه، ليه حطيتوها واطيه قوي تحت كده؟ بحس ان انا دايما بنزل بصباعي لتحت شويه، كنت عايزها تبقى مرفوعه لفوق علشان اوصل لها اسهل، بس هي ما زالت من اسرع البصمات اللي انت ممكن تستعملها عموما. الموبايل دوت فيه كذا ميزه كده في الحتت ديت اللي هي المميزات الاضافيه. الاولويز اون ديسبلاي طبعا اللي بتتمتع بيها شاشات الاموليد، بيدعم NFC، فلو انت بتستعمل ابلكيشن زي فوري علشان تشحن كارت كهرباء والحاجات ديت، وقدام اصلا استعمال NFC هيبقى منتشر اكتر في مصر، هتلاقي الميزه ديت موجوده في الاوبو رينو 10 5G. سنسور المكالمات اللي موجود هو سنسور هاردوير، فمش هتلاقيه بيعلق معاك بقى وبيستهبل زي ما موبايلات تانية كتيره جدا بتعمل. والميزه اللي انا مستغرب بس مبسوط ان انا شايفها في 2023 بصراحه هي الاي ار سنسور، السنسور اللي مسؤول عن تحويل الموبايل لريموت. كلنا شفنا صاحبنا اللي معاه موبايل شاومي بيعمل الحركه ديت سواء في القهوه سواء في محاضره، يقوم قافل البروجيكتور عشان يرخم على الدكتور شويه. الميزه ديت موجوده في الاوبو رينو 10 5G، اي نعم انا ما بستعملهاش يعتبر، ولكن هي ناس كتيره جدا اعرفها بتدور عليها في موبايلات. ده من الموبايلات القليله جدا اللي بتدعمها دلوقتي. مستوى الصوت حلو جدا، سماعات ستيريو ومن اعلى او من انقى الاصوات كمان اللي انت هتسمعها في الفئه بتاعه الموبايل دوت. طبعا كان نفسي بقى الحاجات دي كلها تكمل بان يبقى في مدخل سماعات، بس للاسف خلاص برضو احنا في 2023 بقينا شبه ما بنشوفش موبايلات في الفئه دي بمدخل سماعات. عارف ان انا باين دلوقتي قاعد عمال اقول لك مميزات في الموبايل ده، بس اصبر عليا لحد اخر الفيديو، انا سايب العيب الكبير للاخر. المهم من المميزات التانية برضو او الحاجات اللي عجبتني الواي فاي او الكونكشنز بتاعه الموبايل دوت، الشبكات بتاعه
بتاعته عموما بقى، سواء ان هو يلقط من الواي فاي او سواء ان انت تفتح منه موبايل داتا وتفتح شبكه عموما تعمل مكالمات. الكلام ده كله حلو جدا في موبايلات اوبو عموما، ومتفوق جامد على كل المنافسين بتوعه تقريبا. الاداء بتاعه، السرعه، القوه، الحاجات دي كلها مسؤول عنها معالج الميديا تك 7050 و256 جيجا بايت من الذاكره الداخليه و8 جيجا بايت رام. المعالج دوت احنا مش اول مره نشوفه، موجود في موبايلات في السعر دوت، موجود في موبايلات ارخص من كده كمان، بس هو فعليا قوي بشكل كافي قوي ان انت تشغل عليه اي حاجه انت عايزها تقريبا. الالعاب هيشغلها معاك على فريم ريت عالي، السرعه والسلاسه بتاعته فعلا كويسه جدا، واحلى حاجه ان هو مش بيسخن، حرارته مش بتعلى لما بتضغط شويتين على المعالج ده. ولكن خليني اقول لك برضو ان هو مش موجه للالعاب، انا مش هشتغلك يعني، هو مش الرينو 10 5G برو، عشان في نسخه برو تانية دي جايه بقى بمعالج سناب دراجون اقوى حبتين، ممكن تزود في الفلوس وتجيبها، بس هي مش موجوده في مصر بشكل رسمي اصلا. المهم ان انت دوت مش حاجه تقدر تقول عليها اداء فلاج شيب، بس هو اداء حلو جدا على موبايل في الفئه المتوسطه العليا. في موبايلات تانية على فكره بتقدم بروسيسورات في السعر دوت اقوى من كده لو انت حد مهتم بالالعاب قوي، بس هتخسر المميزات التانية اللي موجوده في الموبايل دوت، لان اغلبها بتركز على البروسيسور، فبتخسر في كذا نقطه تانية، منها طبعا الشاشه، منها السوفت وير، ومنها حتى التصميم بتاع الموبايل والخامات. عايز اتكلم برضو جدا على البطاريه اللي هي 5000 ملي امبير، بتقعد معايا تقريبا اليوم كله، ولكن انا مش فارق معايا خالص فكره ان هي بطاريه كويسه، انا اللي مغرم بيه سرعه الشحن. 67 واط هو دوت واحد كده بقى من اسرع الشواحن اللي انت ممكن تشحن بيها اي موبايل في العالم. انا عارف ان في موبايلات 100 واط، وعارف ان في موبايلات اعلى من كده كمان 200 واط، بس ديت موبايلات قليله جدا، وفي الفئه السعريه ديت فكره ان الموبايل يشحن في ساعه الا ربع دي حاجه انا مبسوط بيها قوي. انت حرفيا بتبقى ماسك الموبايل في ايدك، شايف البطاريه بتعلى قدامك، دلوقتي هي 15 16 17% 18% وهكذا، هي فعلا بتعلى بسرعه. ساعه الا ربع ده يعتبر وقت ممتاز قوي. اللي مش ممتاز بقى واللي ضايقني في الموبايل دوت بعد تجربه مطوله ليه هو الاداء بتاع الكاميرا الاساسيه. هي كاميرا 64 ميجا بكسل، ولكن السنسور اللي مستعمل فيها مش سنسور قوي، علشان كده بنقول لك دايما الموضوع مش مجرد عدد ميجا بكسلز بس، حتى لو التفاصيل فيها كويسه بس المعالجه بتاعتها مش عجباني. الالوان مش ألذ حاجه، او تحديدا كمان الدايناميك رينج هو بصراحه اللي كان عندي مشكله معاه شويه، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي، لان اوبو كانت من اشطر الشركات اللي بتعرف تظبط موضوع الدايناميك رينج دوت، فانا مش عارف ايه اللي حصل تحديدا. انا مبسوط جدا مثلا من الكاميرا ان هم ضافوا فيها كاميرا تيلي فوتو، بقت كاميرا 32 ميجا بكسل تقدر تصور عن قرب، تحديدا 47 ملم او اللي هو حوالي 2 اكس. المهم ان ديت كاميرا معظم الشركات التانية بتنسى تحطها في السعر دوت، تقوم رازعه لك كاميرا ماكرو ملهاش اي معنى وجودتها وحشه جدا، سواء الماكرو سواء الديبس كاميرا كلها بتبقى ارقام دعائيه قوي. دي كاميرا تيلي فوتو فانا مبسوط بيها، بس للاسف لما ضافوا كاميرا تيلي فوتو الجوده بتاعه الكاميرا الاساسيه تحس ان هم قللوا فيها شويه، ما بقتش احسن كاميرا اساسيه ممكن تشتريها في الفئه دي. ده بالنسبه لي النقطه الوحيده اللي كان ممكن تتحسن في الاوبو رينو 10 5G، حرفيا كان هيبقى موبايل مثالي لولا النقطه ديت. تعال بقى نتكلم على السعر، عشان طبعا ديت نقطه مهمه جدا زيها زي باقي مواصفات وباقي حاجات الموبايل. الموبايل دوت سعره الرسمي من توكيل JIT في مصر هو حوالي 18000 جنيه مصري، 17935 للدقه قوي. المهم ان بالسعر دوت الموبايل رغم ان هو يظل كويس جدا وسط المنافسين، ولكن انا شايف اسعار احسن ليه في السوق المصري بالفعل. لو دخلت على فيسبوك ماركت بليس مثلا هتقدر تلقط واحد على 15000، وفي الفئه بتاعت 15000 ده بالتاكيد واحد من احسن الاوبشنات قدامك. فانا فعليا مبسوط من رجوع اوبو في مصر، لان هي بتوفر تجربه عموما من احسن التجارب في الاندرويد، خصوصا من ناحيه استمراريه او العمر بتاع الموبايل. السوفت وير علشان ستيبل ومستقر جدا فمش بيبطأ مع الوقت ومش بيتقل معاك، فيقدر يعيش مده اطول عموما ويمد في عمر الموبايل، خصوصا ان خاماته كمان اصلا كويسه. انا مبسوط بالاوبو رينو 10 5G بصراحه، وبالتاكيد هو واحد من الموبايلات اللي في ترشيحاتي دلوقتي. فلو انت عجبك الفيديو دوت دوس على زر لايك، اعمل سبسكرايب، وبس كده. كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.